بص يا اسطى، انا هعمله اختبار حلو قوي. هنحط التليفون هنا مقدار تايمر كده لمدة 30 دقيقة، ونمنعك من التليفون، وهنشوف مقدار ادمانك ايه. ادمان ايه يا اسطى اللي انت بتتكلم فيه يا اسطى؟ ما انا لو عايز ابطل حاجة هبطلها يعني عادي. هل اصبحنا حيوانات مدمنة للهواتف؟ يلا بقى، يلا بقى، الفترة هتخلص امتى؟ ايه كل ده 30 دقيقة؟ هل انا متحكم في قراراتي ولا متحكم فيا؟ ازاي دي؟ مهما كان بتتفرج على انهي تطبيق؟ يلا، الاكيد انك مدمن. ركب في الكاميرا دي. أول ما بتسمع كلمة إدمان طبيعي بيجي في دماغك سجاير، مخدرات، حاجات بتتشرب. بس ناسيين أنواع إدمانات تانية كتير يمكن نكون أنا وأنت منهم. إدمان التليفونات مثلا، إدمان الفيديوهات القصيرة واللي طلعت بمتلازمة التيك توك. عندك بقى طبعا إدمان الشراء وإدمان الأقساط وإدمان الحلويات وإدمانات تانية كتيرة جدا مش هنعرف نعدها، وأغلب الناس اللي حواليك مدمنين بيهم وأنت مش واخد بالك. ما علينا من كل الناس دي دلوقتي، تعالى نتكلموا في الراس الكبيرة واللي تقريبا ليها يد في كل الإدمانات المنتشرة حوالينا دلوقتي، وهي التليفون. تعرف منين بقى إنك مدمن للتليفون؟ أول حاجة تعملها تحمل برنامج أكشن داش. ده برنامج بيحسب لك عدد الساعات اللي بتقعدها على التليفون قد إيه، وأراهنك مليون في المية إنك هتلاقي رقم يخضك، وأغلبها هتلاقيها بتبيع الفيديوهات القصيرة والواتس ده لو أنت في حد بتكلمه يعني. في أبحاث بتقول إن متوسط استهلاك التليفون اللي بيحصل الفترة ديّة ما بين 3 ساعات و4 ساعات، يعني بمعدل 30 ساعة في الأسبوع، وأكيد أكتر من نصهم ما لهوش أي 30 لازمة، إلا طبعًا الكام دقيقة اللي بتتفرج فيهم عليَّ، يا رب تستفاد بيهم بس. وأنا أأكد لك إن الأبحاث ديّة ما عاملة الأرقام قليلة، وإني أقول لك إن أحيانًا الأرقام بتعدي ال6 وال7 ساعات في اليوم كمان، وإن اللي بيعمل 4، 5 ساعات في اليوم دول هو ما يعتبرش وِحِش، بس لسه في حاجة غلط، لازم يبقى أقل من كده. عندك هنا مثلًا استهلاكي في التليفون كان 13 ساعة، وأحيانًا بيوصل ل16 ساعة كمان. الحمد لله دلوقتي وصلت من 5، 6 ساعات، ده غير اللي أنا لسه عايز أقلل أكتر من كده. تعرف إنك مدمن مثلًا لمّا تلاقي النت يقطع مرة واحدة، بس بقى تبدأ تهرّش وتفتكر إن في عالم تاني أنت ناسيه أساسًا. تعرف بقى العالم الحقيقي اللي أنت أصلًا منعزل عنه ولا تعرف عنه أي حاجة، ويزيد التوتر والاكتئاب بقى ومودك يبوظ وتقعد تتعصب وتتخانق وبتعمل أفعال غريبة، زيك زي اللي مبطّل حشيش أو سجاير. خلاص بقى راكن حياتك الحقيقية وناسي قرايبك اللي بجد والناس الحقيقية اللي بتشوفها في الشارع، وكل حياتك على الديجيتال وعلى التليفون. أول ما تصحى من النوم على طول تمسك التليفون في إيدك، تقعد تفتح في الواتس والفيس وتشوف مين نزّل ومين عمل ومين بعت رسايل، وتقعد تتابع في ناس كتير وأنت ما تعرفش أصلًا إنك مش مهم، وإن ما حدش عارف إنك عايش أصلًا، وما حدش مهتم، فبتضيّع وقت ما لوش أي لازمة. تلاقي دايمًا بقى كلامك عن فلان وعلان والترند الكذا وكذا وحاجات غريبة كتير كده كلها على السوشيال وبس. مش باقول لك ما تعرفش خالص، بس على الأقل تعرف أهلك، تعرف بيتك، تعرف صحابك اللي بجد، تعرف حياتك على الأقل أنت مين، وتبطّل اللي بتعمله ده اللي ما لوش أي لازمة. نسبة إدمان التليفونات بدأت تزيد من بعد 2018، من بعد ما بدأوا يدخّلوا التقنيات الحديثة والشغل الجديد. أعلى نسبة مدمنين وهي السن اللي تحت ال20، يعني اللي زيي واللي زيك، بنسبة 53%. باقي الأعمار من 20 سنة ل30 سنة 37%، والأعمار التانية من أول 30 وطالع بيعملوا حوالي 10%. في أبحاث بتقول إن بسبب الإشعارات وفضول البني آدم إنه عايز يعرف إيه الجديد وإيه اللي بيحصل مع كل رنة بترن في التليفون بتوصل ل300 مرة في اليوم، يعني بمعدل بتفتح تليفونك ما بين كل 4 ل5 دقايق، وعلى حسب بقى كل فتحة في التليفون أنت رجلك هتمشي فين تاني. ورغم كده بنسجله أرقام إدمانات وحشة أوي وكبيرة جدًا، وكل سنة بتزيد عن اللي قبلها، ومفيش أي إجراء ضد الكلام ده، ولا أي حد من الحكومات مثلًا بينصح بالتقليل أو أي حملات بتنزل عشان يحجموا الإدمان. تحسّها إن دي أصلًا حاجة متخطط لها لسهولة استعباد البني آدمين وأكلان دماغهم. وبالنسبة لجيلنا دوّة بيشوف حاجات استغفر الله يعني ما تتشافش، وحاجات بتبوّظ الدنيا أكتر ما بتصلحها أساسًا. معدلات الاكتئاب والانتحار بسبب التليفونات بقت في السقف، عدّت ال50%، وبتوصل بمعدل 300,000 شخص في السنة، وأعمارهم تتراوح ما بين ال11 سنة و18 سنة. متخيّل الأرقام عاملة إزاي؟ معدل حوادث العربيات اللي بتبقى بسبب التليفون وصلت لحد 25%. يعني ما بين كل مليون حادثة بتحصل في 250,000 حادثة عربية
بتحصل بسبب تليفون. في مدن في اليابان منعت اساسا السواقه بالتليفونات اصلا، وبيزودوا كمان العقوبه على الحوار ده جدا. انت زي ما انت شايف اساسا ارقام تخوف، والحوار وحش بجد ومفيش حد بيتكلم عليها ولا بيحذر منها. آثار الإدمان بقى لو قعدنا نعد فيها للصبح مش هنخلص، تعالَ معايا. مش هاتكلم يا عم عن الأضرار الصحية اللي بتحصل، مش هاقول لك يا عم اللي أنت ممكن ييجي لك سمنة بسبب القعدة الكتير، وأمراض العين وأمراض الودان وكل الكلام دوّة، عشان ده مش تخصصي. خلّينا يا عم في الصحة النفسية. الدخول في عالم وهمي، بتعرف ناس من جميع أنحاء العالم تقريبًا، مش بتنزل الشارع وطول اليوم ماسك التليفون قاعد بتكلم في ناس، لدرجة اللي أنت ممكن تقرّب لهم عن أهلك وأصحابك الحقيقيين، وبتخش في قصص وهمية ما لهاش أي علاقة بالواقع ولا ليها أي 30 لازمة. فبتوصّلك لإيه؟ 2 ما فيش ولا شخصية ولا حياة، تنزل تشتغل وتنزل مثلًا تروح الinterview ما تعرفش تكح كحّتين على بعض، قاعد في قعدة عائلية معاق وسطيهم، ولا عارف تتكلم ولا عارف تعمل أي حاجة. يبقى نِفْسك تدخّل العيلة كلّها في جروب على الواتس عشان تعرف تتكلم بحرية، عشان أنت كل اللي متعوّد عليه تقعد تتَّك على الزراير وبس. حِب واحدة مثلًا مش عارف تتكلم معاها ولا تعمل حاجة، تعمل إيه؟ تروح تتفرّج على مكاوي عشان يدّيك نصايح، فتبوّظ الدنيا أكتر. 3 عُزلة وانسحاب، كل حياتك على الشاشة، بقيت أنت والأوضة والشاشة لوحدكم، والله أعلم بقى بتعملوا إيه. 4 تقعد بقى تلِف على الإنستا والبنات مثلًا تشوف الصور وتشوف اللبس وتشوف الشعر وعايزة تقلِّد بقى. الشباب شايفين بقى الحلقان والشعر الغريب والسلاسل واللبس اللي زي الزفت وحاجات استغفر الله. فيحصل إيه بقى؟ بوظان في الثقافة وفي الدين، ما بقاش عندك ولا عادات ولا قِيَم بني آدمين محترمة، باني حياتك على اللي أنت بتشوفه في الشاشات وبس. مش هنخلص الصراحة، يعني أنا لو أملِّس لك الشاشة كلّها أرقام برضه مش هنخلص من العد. أنت عارف من ساعة ما العوالم دي كلّها اتفتّحت على بعض، ما بقاش في تمسّك ولا بالعادات ولا بالتقاليد ولا بالدين، وبقى في تشتُّت واختلاط وتخلُّف مش طبيعي في العالم. تفشّي أعراض كتير بقى بسبب إدمان التليفونات ديّة، أقربها الفردانية والتنمر. خلاص بقى كل واحد ليه رأي في العالم، يعني تخيّل عندك مصر مثلًا 100 مليون، عندك فيها 100 مليون رأي، بقى كل واحد ليه الحق إنه يحكم عليك وينتقدك كمان. جات معاها التنمر، مش مقتنع برأيي، طب هاشتمك واشتم أهلك ولونك وشكلك وأي حاجة فيك، يالّا. والمشكلة إن كتير أوي من صُناع المحتوى الجداد بيتأثّروا بالحاجات دي، وناس كتير أوي بييجي لها اكتئاب وبييجي لها أمراض بنت لذينة بسبب الناس دي. يالّا أي حد مش عاجبك خُش في الكومنتات اشتمه، خُش حُط رأيك واحكم عليه وعدِّل عليه كمان في أي حاجة بيعملها بقى، لدرجة اللي بقى في فردانية في الدين، ودي لوحدها أساسًا مصيبة، مش عايز أتعمّق فيها أوي صراحة علشان ما نخشش في حاجة غلط. كل اللي أقدر أقول لك عليه إن تخيّل مثلًا إن أنت في دينك كلنا ماشيين تبع رب واحد وكتاب واحد ورأي واحد، بقى أي عيّل عمل له account على الفيس بقى بيدّي آراء بالدين ويعمل ويخترع دين لنفسه ويحكم بيه كمان، ودي في حد ذاتها مصيبة. بسبب الفردانية ما بقاش في انتماء للجماعة وللبيت وللأهل وللعيلة وللدين. خلاص بقى أنا الفرداني وأنا اللي باقول وأنا اللي باعمل وأنا الفاجر، وده غلط، غلط أوي كمان. ده غير بقى تغيير القيم والظاهرات اللي بتظهر، حاجات زي الماسونية وعبدة الشيطان والإلحاد وكل الكلام ده. تخيل ممكن يخاطبوك بالحاجات ديّة حتى من الأغاني، بيخاطبوا عقلك اللاواعي عشان ييجي لك الأفكار دي منها، ساعتها أنت ما بتبقاش واخد بالك منها أصلًا، بيطلعوها لك من حاجات تافهة جدًا زي الأفلام والمسلسلات وحاجات لا تُذكر يعني. وطبعًا أغلبكم عارف عمايل نتفليكس وديزني والأفكار اللي عايزة تنشرها، بيعرفوا يتحكموا فيك وفي آرائك بطرق شيطانية، أنت ما تاخدش بالك منها، وتفتكر إن الرأي طالع منك أنت. وأسهل ناس يوصل لها الكلام دوّة الأطفال والأجيال الصغيرة. وطبعًا في مشكلة خطيرة وغباء، ظاهرة ارمي للعيل التليفون عشان يسكت، وأنت ما تعرفش بيتفرج على إيه. تخيل بقى إن مجرد حتة المعدن دي غيّرت في دماغنا وتفكيرنا وسلوكنا في الحياة، وده بسبب استخدامنا في حاجات كتيرة جدًا، اتصال وسوشيال ومواصلات وشغل وأي حاجة، لدرجة كمان إن في ناس بتذاكر عليها. والمشكلة إن أنت أساسًا مجرد بس بتفتح التليفون عايز تعمل فيه حاجة بسيطة، وبتتسحل بقى بالنُص ساعة في حاجات جانبية تانية وإشعارات كانت موجودة عندك. يعني أساسًا أنت مجرد إن أنت بتستعمل التليفون دي لوحدها بتأثّر على سرعة استجابتك للفعل. يعني أغلب حوادث العربيات اللي حصلت بتبقى بسبب بطء استجابة اللي بيسوق وهو مثلًا شايف نفسه داخل في حاجة. مجرد بس ما ييجي لك إشعار أو تسمع الرنة بتاعته خلاص بتهرّج بقى ودماغك بتاكلك عايز تعرف مين بعت وإيه اللي حصل جديد. عملوا تجربة مرعبة واتأكدوا منها إن مجرد بس إن تليفونك في محيط نظرك ده بيأثّر عليك وعلى تفكيرك بشكل معين. قارنوا ما بين 3، واحد شغال على مكتب وحاطط التليفون قدامه، واحد شغال على مكتب وحاطط التليفون حوالين الأوضة اللي هو قاعد فيها، واحد شغال على مكتب وحاطط التليفون برّه خالص، برّه الأوضة أصلًا، حاطّه في حتّة تانية. حلّلوا طريقتهم في حل المشاكل وتحليل المعلومات اللي بيستقبلوها وقت الشغل، ولقوا فرق كبير أوي ما بين الناس اللي التليفون كان بعيد عنهم
وكل ما التليفون بيقرب كل ما بيأثر على جودة الشغل، رغم انهم بيقسموا ان هم اساسا ما فكروش في التليفون بشكل واعي اصلا، بس التليفون بيخليك تفكر فيه بشكل غير واعي، بيستنزف من طاقتك بطريقة وحشة قوي. كل الازمات والامراض اللي بتحصل لك بسبب التليفون ديت بقى بتبقى بسبب ايه؟ بتبقى بسبب الطرق المدروسة بذكاء جدا عشان يعرفوا يسيطروا عليك، ويعرفوا ازاي تبقى تحت ايديهم عشان يحشروا في دماغك القيم اللي هم عايزينها، يحببوك في اللي عاوزينك تحبه ويكرهوك في اللي عاوزينك تكرهه، عن طريق مثلا بقى انه يخلي لك واجهات التطبيقات دي سهلة وجميلة جدا وشكلها كيوت والوان يمين والوان شمال، ويخلوا لك فيها كل المحفزات الممتعة اللي تخليك فيها اطول وقت ممكن. حاجات مثلا زي التصميم السلوكي، خليك دايما مركز معاهم مع الاشعارات اللي بيبعتوها، يبقى عارفين بالظبط ايه الاشعارات اللي تشدك وايه الحاجات اللي ما تشدك، عن طريق متابعة سلوكك بالخطوة انت بتعمل ايه جوه التطبيق. وكل ده بيتدرس، كل تطبيق يشدك عن التاني عشان يقدر يستعبدك اكتر ويخليك تقعد فيه اكتر وقت ممكن، ويشوف ايه اكتر المحتويات اللي بتتابعها والادمانية بالنسبة لك، ويكتر لك منها بقى. يلا دب دب كتر في المحتوى اللي هو بيحبه علشان يفضل قاعد. حتى لو محتوى تعليمي اعتقد برضه هيحط لك سم في النص، او حتى انه يخليك مستهلك للمحتوى التعليمي بس مش اكتر، وما بتعملش بيه حاجه. مجرد كل ما بتعرف معلومات جديده بتنبسط اكتر وبتحس بالانجاز، بس انت لسه واقف مكانك مفيش اي جديد. استعملوا بقى معاك المحفزات اللي بتشجعك تخش اكتر، وارخص محفزات بالنسبه لهم اللايكات والشير، ينبهك بكل لايك وكل كومنت. والمشكله الاكبر بقى ان انت تبني تقديرك لنفسك عن طريق لايكات وكومنتات الناس اللي على السوشيال دي. والمشكله اللي انت ممكن يجيلك اكتئاب بسبب الحاجات دي، وناس بتبني حياتها على اراء الناس، وانهم يقدروا نفسهم عن طريق تقدير السوشيال ميديا ليهم وتقدير اللايكات والكومنتات واراء الناس. ده غير طبعا استهلاك علم النفس، حاجه ابشع مما يكون. خلوا ناس تشرف على سلوك الناس عشان عن طريق ثغرات معينه يستهلكوك ويستهلكوا عقلك ويستهلكوا فكرك، ويخلوك أكتر عرضة للإدمان للتليفون. وده اللي يوديك للدايرة اللي بنتكلم فيها من أول الفيديو. فمش لاعب. طب بقى يا ابو المفهومية، ما انت ازاي عايز نقطع التليفون وفي نفس الوقت هو اللي ليه الفضل ان اتفرج عليك اصلا، وتخلي الناس تتفرج عليك وتشوفك؟ ازاي بقى انا اتفرج عليك واشوف المحتوى التعليمي دوت؟ ما انا اقول لك برضو احنا في حاجة مجبرين عليها، فمش بقول لك ارجع للبدائية مثلا، بس على الاقل خليك انت المتحكم، ما تخليهمش هم اللي بيلعبوا بيك زي دراع البلاي ستيشن. واوعدك انا كمان هعمل فيديو عن ازاي تحمي نفسك من القرف ده. خليك انت المتحكم في نفسك وفي وقتك واستهلاكك، خليك انت المراقب بنفسك وانت اللي متحكم في نفسك، عشان لما ربنا يكرمك وتكبر تعرف تتحكم في اولادك وتراقبهم مراقبه صحيه. عشان الجيل اللي جاي ورانا داخلين في عالم اوحش بكتير من دلوقتي، كل مره بتبقى اسوأ بكتير. كل اللي بطلبه منك انك تكون المتحكم مش المتحكم فيه. كل اللي بطلبه منك انك تكون بتحمي نفسك من الافكار الغربيه والشيطانيه اللي عايزين يزرعوها في دماغك. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات يبقى قول لي تحت في الكومنتات. والله اعلم بقى الفيديو ده هيبقى كبير ولا صغير، هعمله جزء واحد ولا جزئين، بس المهم اللي انا عايز اقول لك عليه اللي انت طالما وصلت هنا اعرف انك بطل. ونصيحه مني اتفرج على سوشيال دايلما، عباره عن فيلم وثائقي بيتكلم على ادمان التليفونات وكده، وجايب اتقل ناس في المجالات اللي كانت شغاله في شركات زي فيسبوك وتويتر وانستا، ويعتبر اغلب تطبيقات التواصل الاجتماعي. واول ما اكتشفوا ان الموضوع فيه عدم اخلاقيه ضميرهم انبوا وسابوا الشغل على طول، وطلعوا بقى في الفيلم فرحوا كل حاجه، ومعمول بطريقه جامده قوي بجد تخليك تكره الشركات دي، ويعرفك ايه الكواليس اللي بتحصل ورا التليفون اللي انت ماسكه. بس كده اقدر اقول لك اللي احنا خلاص خلصنا الفيديو، ورب نكون فدناكم، ومستني دعمك بلايك الجميل. ولو اول مره تشوفني تنزل تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان تشوف كل جديد، وتبص بص تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل مواقعنا في التواصل تابعنا عليها. وبس كده اشوفك الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.